السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ هذا رجال عزم له رجيل للعشاء، كان وقت ضحى، ويجي عند حلمته قال انا ترى عزمت الرجل للعشاء لا لكن الاغراض اللي تبينها علميني وش تبين اجيبها لك. كاتبت كذا وكذا 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 وكذا. انا عطني، قال شبيك لبيك عبدك وبين يديك. قالت يلا عطني يا عبدك وبين يديك. راح للدكان وجاب الاغراض، ويوم جاب الاغراض ويجيتكم تفتش قلت ايه بالحراي وين الطماط؟ ما جبته. قال نسيت. روح اخذي من جيراننا، عندنا الحين صلاة الظهر والناس مقفله، اخذي من جيراننا وان شاء الله نعوضهم بداله. قالت لا انا امس اخذت من جيراننا طماط وبصل. رح على لا يهينك، انت الدولة العزايم تعزم، رح على لا يهينك عطني طماط. قالت لا انت تعزم، انت توريني فيها، لا اخذت من جيراننا ولا شيء. لا يهينك انت بالفعلات بالتركات، رح على لا يهينك هات طماط. قال اخذي طماط من جيرانك. قالت لا راح هات طماط، لهم طال الجدال، والجدال دائما ما يجيب نتيجة، ولا حصل عناد جاء مشكلة. تعاندوا، هي تقول راح هات طماط وهو يقول اخذي من جيرانك، وكل طوع الشغلة. المهم ابليس رقص، قام يدق الطبل العيد، قام يشغل طبوله. الرجال فقد، قال تراك طالق ثم طالق. قالت بكلا قال طالق، يعطيها 3 عيالها 5. الله لا يبلع 3 بنات ولدي، وهي تقوم ترغي وعيالها يرغون معه. عقب ايش وتجادلي الرجاج عند طماط. روحي اخذي طماط ولا لا تاخذين طماط؟ الله لا يبلع. طلقها عشان طماط. قال الجدال كله عشان طماط. دايم كثرة الجدال ما تجيب نتيجة، ما هي بزانة. إذا كثر الجدال حصل مشكلة. جنجان كثير. قامت تبكي يا ورعانة، طاحت في الحجرة ودقت على وقامت تبكي والرجال طلقني وعلمتهم بالسالفة. وهو راح يصلي الظهر، وهو جاك، ويوم جاء لا جد أخذوه. قام واخذ أغراضه وراح لاخته وقال طبخ العشاء له. وطبخت العشاء وعشى ضيوفها بشبتها، وياه انكبت عشها ودمرت نفسها كلها عشان طماط، كيلو ولا نص كيلو. يعني مسكت على طماط، لازم تسوينا عشاء بطماط، سوي بدون طماط يا اخوي وانتهت المشكله. لازم طماط، كثر جدا عشان طماط. المهم منها راحت تطلقت بشبت كيلو طماط. الله لا يبلع. مشكل واجد الحين الايام هذه مشكل. الحين خلي ينفعك الطماط، دورنا الطماط ما تضبط الكبسة. استغفر الله غرب طماط. الله لا يبلعنا ولا يبتلينا، لا حول ولا قوة الا بالله. هذا ما عاد ما ردت اقدم لكم اليوم، وانتبهوا من الطماط. والسلام عليكم. قبل ساعة حصل علي موقف صراحة اني يروع، والله العظيم اني يروع صدق، اني اتكلم صحيح. جيت عند لها كظم فلي، وانا اوقف السيارة وانا قالي جحر، وانا الشدة بالحصى، وانا اروح للضب وانا ختله. الضب ينحاش يجي تحت السيارة لونها اصفر، ويدخل تحت السيارة، وانا اروح له مع الجهة الثانية منه لما اشوفه، وانا اروح ادوره منه لما اشوفه. لا الضب ما ادري من عطى، والله العظيم من الصحيح اني ما ادري منين عطى. اي والله يعني كلها يمكن ثواني، لكن انا ما ادري وين راح. هو طار، هو دخل في السيارة، هو جن، الله اعلم.